اهلا بيكم يا حلوين. عجبني قوي التحدي اللي فات. كان ممتع وضحكني. مبروك يا مازو، هارد لك يا وسيم. التحدي المرة دي ممتع برضه. انت بتبص فين؟ ما انت معاك واحد زيه. جاهزين للتحدي؟ المهمة الجديدة سهلة قوي. مين فيكم اللي هيقدر يتجوز الست اللي ساكنة في الدور السابع شقة 14 في ظرف 48 ساعة؟ ألطف. وطبعا مش هوصيكم، الجواز يكون رسمي وعلني، وهديتكم المرة دي ربع أرنب. مش خسارة فيكم. يلا بقى وروني أيام الشقاوة والحب بتاع زمان. جود نايت. أنا منسحب. مبروك عليك التعادل معايا. مبروك عليا التعادل ايه؟ مبروك عليك انت الفوز طبعا. انا مستحيل اعمل كده يا موظف. انا بحب مراتي ومستحيل اخونها. وانا كمان. انت كمان ايه؟ بتحب مراتي؟ لا يا عم، انا كمان مستحيل اتجوز على شيماء. وهتجوز مين؟ الطف؟ ده انا بكرهها اكتر من الصرصار اللي هو اللي بيطير. عارف الصرصار اللي بيطير الاسود ده زفت مقرف. بكرهها اكتر منه. هتجوز على شيماء؟ ده شيماء تنفخني فيها. يعني انا مقفوله عندي من ناحيتين. انما انت بصراحه فرصتك. الصراحه وسو الست مش وحشه قوي. يعني انا لو منك هتجوزها. لا بس طب تخيل بس يا مازو. تخيل نفسك وانت متجوز. لا ما تقولش كده. والله تخيل في ما تقعدش تقول بتخيل يا مازو. بس ايه القرف ده؟ فرصتك تعوض. عوض؟ انا هتعور كده. لا بقول لك ايه، الست دي كل ما تشوفني بتشتمني بالام، وهي اصلا اكبر من امي. يا عم ما تفكرش في الحاجات دي. فكر في المكسب، في التعادل معايا، في المصروف اللي بتاخده من مراتك، في الطبيخ اللي بتطبخه كل يوم. ايه يا مازو العبط اللي انت بتقوله ده؟ انسى يا مازو انسى. لو انا وانت حتى وافقنا، شيماء واسراء هيسيبونا نلعب؟ مستحيل. مستحيل طبعا. ده انا اصلا مش عارف هقول لهم التحدي ده ازاي، ومش عارف هروح ازاي. مازو بقول لك ايه، ما تجيب فلوس التاكسي. معيش. طب تعالى وصلنا. يلا. ايوه طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ الست الطاف شقه 14. ايوه مالها؟ يعني ايه مالها؟ اللي يتجوزها يا حبيبتي. ايه اللي يتجوزها فينا؟ يا جماعه مش هيتجوزها بس. هي دي شويه؟ عادي. طب ايه يا حبيبتي؟ انت بتفكري في انت كويسه؟ الصدمه اثرت عليها. هتقولها كمامه يا جماعه. كمامه واكسجين بسرعه. وسيم ايه بس؟ انت ايه اتجننتي ولا ايه؟ انا مش فاهم. بصي في عينيا هتعيشي. بصي في عينيا اسراء. بصي انت اتجننتي ولا انت عبيطه؟ انا مستحيل اخليكي تعيشي مع دره، حتى لو كانت دره اللي هي الممثله. ضرة ايه وبتاع ايه؟ انا ولا 1000 واحده تاخد مكاني. يلا اكبر واتجوز وبطل هبل بقى. في ايه؟ ايه ده؟ انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللعبه عمتك خلاص. انا لحم ودم. اذا كان مازو كلب اللعبه نفسه مش هيعمل كده. مازو كلب اللعبه كده كده كان هيخسر، انما انت مفيش واحده ما تحبكش. وسيم انت غير عادي، انت غير اعتيادي، انت استثنائي. وانت عادي يا مازو، عشان خاطري انا عايزه العب قوي واكسب. انت هتتجوزها، نكسب، تصحى من النوم تطلقها وخلاص كده وكده يعني. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هي اللعبه ايه؟ عمتك؟ انا لو كنت جيت لك قبل اللعبه قلت لك ان انا هتجوز عليكي كنت هتعديها عادي؟ عادي هوافق. ما انت كده كده تاني يوم هتطلقها. وبعدين دي الطاف يعني مفيش خوف منها خالص. مش هستحمل. الطاف دي انا بكرهها اكتر حاجه بكرهها اكتر منك. قصدي بكرهها اكتر من اي حاجه. لا يا شيماء مش هتجوزها. هتتجوزها وهنكسب ان شاء الله. لا مش هتجوزها. متجننه ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه العبط ده. مش فاهم. مساء الخير. اموري حضرتك. كنت محتاجه سلم بعد اذن. سلم ليه؟ انت ساكنه هنا في العماره معانا؟ ايوه انا ساكنه في شقه 14. ايه؟ شقه 14؟ هو في 2 شقه 14 في العماره؟ امال طنط الطاف فين؟ لا طنط الطاف مشيت سابت العماره. وحضرتك؟ انا نسرين الساكنه الجديده. مالكوا سكتوا كده ليه؟ وفي حاجه حصلت؟ لا. اهلا انسه نسرين. اهلا انسه نسرين. حضرتك منوره العماره ولا هي العماره منوره باللون الاصفر ده؟ مش فاهم اي حاجه. ميرسي خالص. العماره منوره باهلها يا استاذ وسيم السريتي، اكس مانجر فندق رويال، وحاليا ماسك فندق صغير كده في وسط البلد بس لسه. تمام. انا بس كنت جايه لمأمور اتحاد ملاك العماره. هو حضرتك مأمور اتحاد العماره؟ لا هو مين مأمور ايه؟ ده دبدوب العماره. انا مازو، مأمور العماره وأمور العماره في نفس الوقت. وأموريني أمر. أنا كنت جاية بصراحة علشان أشوف إذا كان في أي مديونية على الشقة، يعني مثلا غاز، كهرباء، صيانة. مديونية إيه يا فندم؟ مديونية إيه؟ ده العمارة هي اللي مديونة لحضرتك إنك سكنتي فيها والله.
انا هبقى اعدي على حضرتك في الشقه فوق نظبط الحسابات بصفتي طبعا حبوب العماره مش حاجه تانية. خلاص خلاص يا نحنوح العماره، الاستاذ مازو ان شاء الله بيقول لك ان مفيش مديونيات، ولو في ادبا ليه ان شاء الله هو هيدفعها. ادبا ليه يدفعها؟ ايه مازو يدفعها؟ مازو فعلا مأمور العماره، بس في نفس الوقت هو سنكوح العماره. حساب حضرتك عندي. هو في ايه يا جماعه مالكم؟ ومالها العماره فيها ايه؟ مفيش اي مديونيه يا فندم، تقدري تتفضلي على شقتك. طيب ميرسي خالص، واسفه على الازعاج، عن اذنكم. الموقف الغريب ده. حلوة نسرين زي القمر، بس دي لو ملكة جمال الكون نفسه مش نسرين برضه مش هتجوزها. صحيح هي ايسو ما فكرتش قبل كده تقدم في مسابقة ملك الجمال؟ قدمت قبل كده وما تقبلتش من الادوار التمهيديه. انت بس بتشوفني حلوه عشان انت حبه. لا لا يا قلبي، انت مش انسانة عادية. يعني لو مش ملكة جمال الكون وانا اشك، فهتبقي على الاقل ملكة جمال حياتي يا ايسو يا حياتي. يا الله، هو في حب كده؟ ايه ده؟ اللعبه باظت كده ولا ايه؟ ده انا حماره، اتسرعت ليه وقلت له يتجوزها؟ هرجع في كلامي ازاي دلوقتي؟ بس يعني لو على ليله واحده ويطلقها عشان اكسب شيماء ماشي، ولا ايه اللي انا بعمله ده؟ صاروخ ارض جو اتضرب على بيتنا. دي نوع جديد من الستات. الصراحه حافز قوي قوي عشان العب واكسب. خرب بيتك يا شيماء على ايد الوليه دي. هتسيبي جوزك يتجوزها عشان تكسبه؟ تولع اللعبه على المكسب. بس مازو يبعد عن الوليه دي. بس انا لسه قايل اني مش هلعب، وشيماء اكيد فقساني. فأسة اللي خلفوك يا ابو عين زيغه يا فلاتي. انا عارفاك كويس، هتحور دلوقتي عشان ترجع تلعب. انا عارف انك عارفه اني هحور دلوقتي عشان ارجع العب، وانا عارفه انك عارف اني عارفه انك هتحور دلوقتي عشان ترجع تلعب. وانا عارف انك عارفه اني عارف. بس يا بابا كفايه، هتصدعونا. ايه العبط ده؟ اسف سرحت. انا هشوف انت هتعمل ايه وهعمل زيه. بتفكر في ايه يا مازن؟ انت عبيط يا حبيبي. انا مش هتجوز على ايسو مهما حصل. الدور ده انسحاب، واللي يحصل يحصل. انت في حبايه طالعه لك تحت عينك؟ دي قرصة ناموسة يا عم. مع اني رشه البيت كله امبارح. احنا خسرنا التحدي ده، مش هنلعب. برافو عليك يا شيماء، اول مرة تقولي حاجة صح. انا رايي نفكر الاول بصراحه. انا رايي زيها. انت تسكت خالص، مش عايزه اسمع رايك. على فكره هي اللي قالت، انا مجرد دوست لايك. ما تدوس. ايسو يا حبيبه قلب اختك، خدي حبه بتاعك وروحي على شقتك عشان عايزه مازو في موضوع. يلا يا حبه، يلا يا قلبه. ليه يا مازو يا حبيبي ترجعني شيماء بتاعت زمان؟ ده انا كنت نسيتها وماشيه بعلاج وملصمه نفسي وبقت كويسه، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف شريط حياتي كله بيعدي قدام عيني يا شيماء. فكيني واللي انت عايزاه هو اللي هيتعمل. لا مش هفكك. هو ايه اللي بيحصل يا ماما؟ تعالى شوف ابوك يا حبيبي عايز يجيب لك مرات اب. ماشي، بس ما تخليهاش تنام في اوضتي. يعني اربط امك جنبه دلوقتي او بدالي. تعالى يا كريم والنبي تربط بدالي. كريم خش جوه. شيماء انت يعني لسه ما فهمتيش دماغ جوزك. انا نسرين دي مستحيل ابص لها. والله اشمعنى بقى؟ لاني مش هعرف ابص لحد بعديها، دي قمر. فكيني. شيماء فهميني يا شيماء. انا هلعب، بس مش عايز لا اكسب ولا اتجوزها. انا بس عايز امنع وسيم ان هو يتجوزها عشان ما نخسرش النقط. والله ماشي يا مازو، هحاول اصدقك، ولو راجل اطلع بتكذب عليا. بص يا اسراء، ما تحاوليش عشان فاهمك كويس قوي. انت طبعا دلوقتي مش قادره ترجعي في كلامك وتقولي لي ما تتجوزهاش بعد ما تقولي لي اتجوزها، صح؟ ايسو حبيبتي، انت لازم تعرفي ان انا قلبي ده زي اوضه في اوتيل ومقفوله من جوه، ما يتفتحش غير بالماستر كي، والماستر كي معاك انت بس. والماستر كي هيفضل معايا انا بس، ومش هفتحه غير مره. يا وسيم ده جواز على ورق وهتطلق على طول، يعني مش هتلحق حتى تمسك ايديها ولا هي هتلمس شعرايه منك.
وايه اللي انت بتقوليه ده مقرف قوي، مش عارفه اتخيله اصلا. انا مستحيل اعمل كده. بقول لك ايه، انت وشيماء فهمتونا ان دي لعبه هبله ودي ست هبله بتلعب بينا وان الجوايز هبله، بس اللي انا واخد بالي منه بقى ان ده حد بيحاول يدمر حياتنا من تاني. انا اسف يا اسراء، انا مش هعمل كده، انا مش مجنون. يا عقلي يا ايسو، يا عقلي بقى. اعقل انت لو سمحت واتجوز عليا. وبعدين انت مش وعدتني ان انا هعدي شيماء في السكور؟ يا وسيم فكر كويس. اقول لك بلاش رايي انا خالص، كلم البيست فريند بتاعتك، مش انت بتثق في رايها؟ يا سلام، دلوقتي كلم البيست فريند، مش دي اللي انت بتغيري منها موت؟ وبعدين ما اقدرش اكلمها، انا ما كلمتهاش من ساعه ما اتجوزت. لا لو كلمتها دلوقتي هتقول عليها مصلحي، انا مش هحط نفسي في الموقف ده. يوه انا زهقت، شوف بقى هتعمل ايه وبقول لي. اعمل ايه يعني؟ ولا اكلمها ولا ايه؟ بصراحه هي عاقله بتفكر كويس دايما، في المواقف دي بتسد. الو، وانتي وحشاني جدا جدا جدا. انا قلت غيرتي نمرتك، ده انا اللي كنت اقول لك عايز اقابلك حالا. ماشي اشوفك هناك. انتي فين يا بنتي؟ انا قاعد بقالي ساعه جوه. اول ما تخشي على اليمين اهو اهو. وسيم صاحبه وحشني موت. وانتي وحشاني جدا يعني. انا عارف طبعا ما فيش سلام بوز. ايوه خلاص. يا الله، مش قادره اصدق ان انا ما شفتكش من يوم فرح. ده انتي كنتي قمر في اليوم ده بصراحه. انا مش مصدق ان انتي جيتي فرحي. طبعا ما اقدرش ما اجيش، انا مش زيك ما اسالش واختفي وما تجيش فرحي كده. انا قلت لك قبل كده ان انا كان عندي حاجات مهمه جدا في اليوم ده. يا سلام، ولا مراتك اللي بتقول لك ما تكلمنيش وما تشوفنيش؟ اسراء بالعكس، ده اسراء بتحبك جدا، لعلمك هي عارفه ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي. انا بصراحه انا اللي بخاف يعني اكلمك عشان عارف ان جوزك غيور وبيغير عليكي جدا، فمش عايز ابقى متطفل يعني. يا سلام، لسه زي ما انت يا وسيم، ذوق وديسنت كده. ما بتغيرش. احكي لي، خلفتي؟ خلفت 2 وانت؟ 2 برضو. بتهزر. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا رب يا رب. طب ما قلتليش كنت عايزني في ايه بقى؟ الحقيقه يا صاحبه انا في مشكله كده واقع فيها مع حبه، وعايز افضفض معاكي شويه. بصراحه انا شايفه ان مراتك معاها حق، مش فاهمه فين المشكله يعني. مش هو لعب من اجل اللعب وعلى قد يوم واحد وهتطلقها؟ فين بقى المشكله؟ تصدقي ان انت اقنعتيني شويه. طول عمرك عاقله كده وبتعرفي تقنعيني. ربنا يخلينا لبعض. انا اسف ان انا مقصر معاكي الفتره اللي فاتت دي، بس الشغل والحياه وكده. ما تقولش كده يا وسيم، يلا كلم مراتك بقى وفرحها. حاضر. ميرسي يا صاحبي. على ايه؟ دايما البيست فريند في ظهر الفريند كده. يا نهار ابيض، جوزي عمال يكلمني وشكله واقف لي بره. معلش لازم اروح له بقى. ها، اشوفك على خير، يبقى طمني. حاضر. باي باي. ميرسي يا صاحبي. على ايه؟ جوزي واقف بره. لا يا استاذ مازو، انت كده بتعمل لي مشاكل في العماره. بقول لك يا غريب، اتكلم كويس مع مأمور العماره، ما تخلينيش اهزقك. طب ازعاج ليه؟ طب مش عامل حاجه. لو انا بغرب وانا وحياة امك وحياة امك اعمل اللي قلت لك عليه وانا هظبطك. تعد لحد 16 وتنفس، ماشي؟ والنبي ماشي. يلا يلا، جت. صباح الخير يا استاذ مازو. صباح الخير يا نسرين. خلاص بقى نشيل التكاليف، احنا بقينا جيران. قولي لي يا مازو اقول لك يا نسرين، او قولي لي يا نسرين اقول لك يا مازو، عادي برضه. انت ما طلعتش ليه؟ ما الاسانسير موجود. لا اصل الاسانسير ده زوجي فمش هينفع اطلع لوحدي. اتفضلي. ميرسي. على فكره شكلي هبقى مبسوطه معاكم قوي في العماره، انتوا ناس لطافه قوي ومحترمين. ما عدا وسيم. وسيم بيه غريبه، مع ان انا حاسه انه طيب قوي. ده شرير جدا وبيكره كل الناس ما عدا مراته، بيحبها وعمره ما هيتجوز عليها. انا بقول لك ابعدي عن الراجل. ايه ده؟ لا ده انا بخاف قوي من الحاجات دي. اوعي تخافي وانا معاكي. ده الواد غريب اصله ما بيعملش صيانه للاسانسير، بس هو راح يجيب المهندس. احنا ورانا ايه؟ كلميني عن نفسك. بس يا سيدي، فقلت اجي اعيش هنا لوحدي من غير مشاكل. اوعي تقولي لوحدك وانا معاكي. انا عايزك تعتبرينا كلنا هنا اهلك، انا بالذات تقدري تعتبريني جوزك. نعم؟ مجازا يعني، لو احتجتي حاجه اقدر اعملها لك يعني. مدام شيماء فين مدام شيماء؟ في ايه؟ اتخضيت كده ليه؟ انا قصدي يعني ان انا لما شفت مدام شيماء حبيتها قوي برضه. بيقولي الجمله كلها مره واحده عشان انا يعني قلبي بيقع في السيره دي. ما تجيبي نمرتك ادخلك معانا في جروب العماره عشان ما تحسيش ان انت لوحدك وكده يعني. طبعا يا ريت. بس الجروب ده بقى لطيف ولا في ناس دمها تقيل؟ يعني ما فيهوش غير انا وانت بس، انا عامله جروب علشان ما ينفعش اكلمك على الخاص. انت لذيذ قوي على فكره.
وانا مش عارفه ارتحت لك كده ازاي، وحكيت لك عن حياتي وكل حاجه بمنتهى السهوله يعني. طب ما نتجوز بقى. بهزر. انا عارفه. غريب قوي ان الاسانسير لغايه دلوقتي ما اشتغلش. ما احنا هنشوف اهو ما اشتغلش ولا ايه. غريب. ايه يا استاذ مازو، المده اللي اتفقنا عليها خلصت. هاخد مده تانية. مده تانية هيبقى حساب تاني، وهتدخل في الشريحه الجديده. زود. يلا تمام. يلا يا جماعه، الاسانسير قدامه نص ساعه. يلا. هو انت مش قلت لنا 10 دقايق يا عم؟ بقول لك ايه، انت بالذات هتطلع على السلم حتى لو الاسانسير شغال. ويلا مش عايز كتر كلام. يلا يلا. طبعا انت عارف ان انا سنجل، فده بيخلي رجاله كتير تجري ورايا. اوعي تقولي سنجل، اوعي تقولي سنجل ده وانت معايا، وانا رحت فين؟ وبعدين هو انت لوحدك اللي سنجل؟ ما انا سنجل. مدام شيماء. فين؟ مدام شيماء؟ لا انا قصدي يعني مدام شيماء اللي انا شفتها معاك دي مش تبقى مراتك؟ انا مراتي، بس بيقولي الجمله على بعض مره واحده. هي مراتي فعلا، بس ياما ناس لابسه دبل في ايديها بس قلوبها سنجل. ايه ده؟ ايه اللي شغاله ده؟ يا غريب يا غريب، ايه اللي رجعه ده بس؟ مدام شيماء. هتسيبك بقى من السيره مدام شيماء وبتاع بقى، ما تولع بجاز مدام شيماء. ده اللي هولع فيك. هو ده الاسانسير اللي عطلان يا كلب العماره، وديني اللي اوريك. ايه يا استاذ مازو، اتمنى نكون ما ازعجناش حضرتك وانت جوه. يا ترى كنت مرتاح جوه ولا تحب احجز لك اوضه؟ لا ده لا الاسانسير مش شغال خالص يا شيماء خالص. الواد ده ما بيشوفش. انزل من على المسرح يا مازو بيه، لاني اعترفت بكل حاجه. اوكي. اخرس خالص، ما اسمعش صوتك ولا نفس. ويا ريت حضرتك يا استاذه نسرين لما تبقي تركبي الاسانسير تبقي تركبي لوحدك. كده؟ لا ما انا كنت هركب لوحدي، بس مازو قال لي انه لازم احنا الاتنين نركب عشان ده زوجي. زوجي؟ لا ما هو اصل انا اللي زوجي راجل عسل. طيب هستأذن انا، وسوري اذا كنت عملت لكم اي ازعاج يعني. لا خالص. غريب، ممكن لو سمحت تشيل دي وتجيبهم لي على البيت؟ ده انا اشيلك انت معاهم. اتفضلي يا هل اذنكم؟ ايه يا شيماء، انت بتبوظي الخطه ليه؟ مفيش خطط تاني من ورايا يا مازو. وبعدين تعالى لي هنا، انا سامعاك كده بوداني كنت بتقول لها انا سنجل. انا قلت انا سنجل؟ انا قلت انا سنجر بغني يعني وصوتي حلو كده. وحياة خالتك اتفضل قدامي. لا قدامك فين؟ انا ورايا شغل، رايح السنجل، رايح السنتر. وخفي علينا شويه، عايزين نكسب. نكسب؟ قصدي وسيم يخسر. خفي. ركزوا معايا في اللي جاي ده قوي قوي قوي. هو ده الشغل، نخلص العملية أوام ونلحق نعملهم. وإيه بقى المطلوب في المهمة دي؟ المطلوب مننا أنا ومازو إن إحنا نتجوز واحدة جارتنا هنا في العمارة. اهدى يا جميل، اهدى يا جميل، اهدى بقول لك. أنا عارفة حب عمره ما يخبي عليا حاجة. يا سلام يا سلام على الروح الرياضية بتاعتك يا مسز إسراء. في الحقيقة يا ريت شكشوكة تتعلم منك، دي بتغير عليا موت. نار 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 نار. تغير عليك ايه ونار ايه؟ بس ده انت ملط. هي حد بيبص لك غيرها؟ ده هي نفسها ما بصتلكش لغايه دلوقتي، لعلمك لما هتبص لك هتطلب الطلاق فورا. والله عنده حق يا بيسو، بس اعمل حسابك برضه يا مستر وسيم ان الوليه شكلها برضه مش ولا بد. وليه ايه يا حيوان انت اللي بتتكلم عليها؟ دي تبقى مامتي، وبعدين ماما عسل اصلا. عسل بس صلاحيتها انتهت من 30 سنه. ايه يا جميل؟ عسل طبعا، كفايه انها مخلفه القمر ده. هي فعلا قمر، بس لسانها عايز قطعه. انت عبيط يلا ولا انت بتعاكس مراتي قدامي؟ انا بقى عشان جمال الاسراء الداخلي والخارجي ده مش عارف العب المهمه دي، مع اني اكتر واحد يعني ينفع يلعب المهمه دي. انا اكتر واحد بفهم في الستات في العالم. يا اما ما كانتش وقعت في حبي احلى واحده في المجره اللي هي القمر بنت العسل اللي هي ايسو دي كنا بنتكلم عليها من شويه. هي فعلا وقعت وقعه طين. مالكش دعوه انت. مغيبه. انا واثقه فيك يا حب ومتاكده ان المهمه دي بتاعتك انت. انا هخش اقعد مع الولاد على ما تخلص الدنيا وتظبط. ها ما تنساش كلام صاحبي. عينيا. صاحبه مين؟ سيبك منها، هم الستات في السن ده بيلسعوا وبيلبسوا ماسكات. ماسك ايه؟ بقول لك يا مستر وسيم، بس احنا عمارتنا يعني ناشفه قوي، مفيش فيها حد حلو يعني الموضوع مش محتاج الريسك اللي انت هتاخده. استنى بس يا بيسو، ورينا صوره الوليه اللي انت هتتجوزها. حاضر. نسرين البهادوري. ايوه، فين صوره الوليه اللي انت هتتجوزها؟ نسرين البهادوري، التارجت بتاعنا. تارجت ايه؟ دي صوره غلاف. دي ساكنه في عمارتنا وبتطلع على سلالمنا وبتركب اسانسيرنا. طيب يعني حضرتك شايف ان اللعبه مصممه
ان انت اللي تتجوزها، يعني ما ينفعش حد من زملاتك. للاسف لازم انا اللي اتجوزها. للاسف انت اللي هتتجوزها. طب اسمع بقى الخلاصه مني، النوع ده وايلد شرس، محتاج اللي يخطف قلبها، يسرق حبها، يثبتها. يا ابني اي جريمه وخلاص، ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ الستات كائن رقيق ملبن زي نسرين كده، سوري يا حبه طبعا، ليهم مفاتيح كتيره قوي، لازم اعرف مفتاح دخول قلبها ايه قبل ما مازو يحصل عليه. استني، انا هاخد نص ساعه عربي وتلت فيزياء وتلت احياء وبيبسي. 340. البيبسي عندك في الثلاجه جوه، ما عنديش فكه. امسك. شكرا. ايه الاخبار يا تاني؟ 12 حاله جديده النهارده. والوفيات قد ايه؟ وفيات ايه؟ 12 طالب سجلوا وكيسونا. 12 طالب؟ حلو قوي حلو قوي، برافو عليك. وسعدون فين؟ عنده حصه كيمياء جوه، قدامه ساعه ويخلص. ساعه؟ ليه هو الحصه قد ايه؟ ساعتين. ساعتين؟ الحصه ساعتين ليه؟ مين فينا عنده معلومات يقولها في ساعتين؟ من النهارده تبقى الحصه نص ساعه. ماشي. غيري الرنه دي مش حلوه. رنة ايه؟ دي سعدونة بنتي حبيبتي حبطوها في الدرج. يا روحي يا انتي بطه يا انتي. تعالى بص. سعدون عايزك. يلا يا اولاد كوفي بريك، يلا بره. الحمد لله انقذتني. انا كنت ايه الدخله ده انا عارفها. مهمه جديده. اللي اتجوز جارتنا اللي في السابع. دي حلوه ولا ازاي؟ والله انا كان ممكن اقول لك انها حلوه لو ما كنتش متجوز شيماء، بس انا جنب شيماء ما بشوفش اي واحده حلوه. ده انا جنب شيماء ببقى حلو. لا سعدون، انا الفتره اللي قعدتها في المصحه غيرتني كتير، خلتني اعرف قيمه شيماء بجد. قيمه ايه وليله ايه؟ ده انا بخاف منها موت. يعني مش هتتجوز الست جارتكم؟ اخرس. وقدرت تنطقها؟ عايزني انا اتجوز على شيماء؟ لا يا سعدون، انا مستحيل اتجوز على شيماء مهما حصل. انا اقصى حاجه ممكن اعملها ان اخلي وسيم ما يتجوزهاش. شيماء ايه الست اللي في السابع ما يتجوزهاش؟ المدام انصرفت يا مستر، خد راحتك. شكرا. انت حمار؟ انا برضه اللي حمار؟ انت حمار. انت لما انت بتقول لي حاجات. شيماء مراقبانا بره وانا عمال اغمز لك. الحمد لله. تصدق افتكرت ان انت قلت ده انت سرفلت منك ولا ايه ده؟ قول لي بقى، الست اللي في السبعه جارتكو دي انسان بقى وحلوه ومزه كده ولا زي شيماء؟ حلوه. الست دي انا من رايي المتواضع انها تمتلك تلتين مزازه العالم. وتهاني تمتلك التلت الباقي. تهاني دي تلت جبنه قريش دي. المهم دلوقتي فكر معايا في فكره تخلينا اتعرف على الست دي. انا سامع حد بيقول فكره. جيت في وقتك يا زيكا. يلا شوف لنا حاجه بقى بره الصندوق تخلينا اتعرف على واحده. احنا هنجيب رجاله يعكسوها، انت تدافع عنها تبقى بطل في نظرها. محسومه. اقسم بالله كنت عارف ان انت هتقول القذاره دي. ايه القذارات دي يا اخي؟ حرام عليك، ده انت قديم. ايه ده من الزمن؟ انت دفعه الاسكندر. ايه يا مازو؟ انت عايز منه ايه يا مازو؟ هو الراجل ده ساحر لك؟ خلاص بقى سعدون بقى، الراجل بيحاول يساعد. بصراحه عنده حق. يعني بص يا زكريا، انا طوعتك في كل حاجه انت قلتها، بس الفكره دي مش قديمه بقى. يا نهار، ده شارلي شابلن عملها يا عم. دي ما بتجليش، انا نفسي خطبت بيها 3 مرات. واتجوزت يعني؟ لا فسخت بعدين. مش هعملها يا زكريا، مش هعملها. فكروا لي في فكره اعرف بيها الحاجات اللي بتحبها عشان اعرف ادخل لها. بقى انت عايز تعرف مني معلومات عن الست نسرين الساكنه الجديده. الله ينور عليك يا غريب. ايوه كده. ويا ترى بقى المعلومات دي عايزها منك كغريب البواب ولا كصديق مجرب من الست نسرين؟ لا طبعا كصديق مقرب من نسرين. حظك وحش يا سي وسيم، انا صديق بس لسه ما لحقتش اكون مجرب يعني. خلاص كغريب البوابه غريب. ترضاها على نفسك؟ ترضاها على نفسك. امشي في العماره قول لهم انك لسه بتبعتني اجيب لك وجباتها بمين؟ خلاص يا غريب بقى. ولا اللي انت بتبعتني اجيب لك تين شوكي وتاكله بقشره؟ خلاص يا غريب، انت جربته بقشره؟ ليه هو انا اهبل؟ هو انا اهبل ولا ايه؟ على فكره بقشره عالمي. بقول لك ايه، اقسم بالله بعد كده هاكل التين من غير قشر واكلك القشر بس. انت بدل ما اديك بالجزمه. انا لا يمكن ابوح بسر من اسرار الجسم. الجسم؟ لا الجسم دي بتاعتي انا. بقول لك ايه، مش هبوح بسر كبواب
لكن هبوح ككلب ذليل. قول يلا كلب يلا في ايه؟ اسمها الست نسرين البهدوري وساكنه في الدور السابع. ايه تاني؟ مربيه فار. عرفت منين؟ بعتتني اجيب جبنه رومي. انت عبيط يا غريب، ما كل الناس عندها جبنه رومي انا عندي جبنه رومي في البيت فوق وما عنديش فار يا حبيبي. ايه تاني؟ ماشيه على نظام دايت. نظام دايت؟ حلو. عرفت منين؟ بعتتني اجيب خيار وخس. المفروض بتفكيرك بقى تقول انها مربيه ارنب. انت عبيط انا غريب ولا ايه؟ خيار وخس يعني بتعمل سلطه عادي. انا باكل سلطه وباكل جنبيها الطواجن المحاشي والحاجات بتاعتنا الجميله دي. انا ما بقتش فاهمك يا سواسين. عايز مني معلومات عن واحده ما شفتهاش غير مرتين ثلاثه؟ صباح الخير، عن اذنكم. هي جت ست نسرين قول لها اسالها. انت عبيط هتفضحنا يا غريب. طلعت تجري يبقى فيه فار. في فار ايه يهبل؟ طلعت تجري يبقى بتعمل رياضه. ما هي بتجري كل يوم زي دلوقتي. انت مش عرفت؟ ما هي اللي قالت لي. انت عبيط يا غريب، ما هي دي المعلومه اللي انا نفسي اعرفها من الصبح. بقول لك ايه، ممكن اطلب منك طلب؟ كغريب البواب ولا كصديق مجرب؟ كغريب الكلب. بقول لك ايه، مازو هيجي دلوقتي يسالك نفس الاسئله اللي انا سالتها لك، ترد عليه بعكس الاجابات دي بالظبط. اعتبره حصل. بتاكل رز وسلطه على بعض ولا منفصلين؟ على بعض. لذيذ قوي. ومربيه ارنب وبتاكله جبنه رومي. بطارخ ولا عادي؟ ام الربع ب 12. غريب انا عايز معلومه استفاد منها. طب اسمعوا دي. ايوه. وهي راجعه بالليل بتمسي عليا. بتقول لك مساء الخير ولا مساء النور؟ مساء العسل. بقول لك ايه يا غريب، هو ايه اللي ارنب وبتمسي عليا؟ يا ابني انا عايز معلومه، بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ عندك ولا ما عندكش؟ ايوه ما انا هقول لك اهو بسرعه. بتجري كل يوم الصبح. اكيد بتدل على الارنب. انهي ارنب؟ اللي باكل الجبنه ب 12 جنيه. بس بقى يا سعدون، امشي. خد تعال. وسيم هينزل دلوقتي وهيسالك نفس الاسئله اللي انا سالتها لك. اقول له عكس اللي قلته لك. بالظبط. يا ولاد المجنونه بحبك قوي. خد يا كريم، تعال. كريكا، امك عارفه ان انت نازل لي؟ لا طبعا، ويلا بسرعه عشان عندي محاضره اونلاين كمان 5 دقايق مع بيل جيتس. هو ماشي مع بنات؟ اقعد تعال اهو. بص، عايزك بقى تفتح اللاب وتشغل دماغك وتتقص لنا كده عن حد. حد اسمه ايه؟ اسمها نسرين البهدوري، الصاروخ يا حبيبي اللي ساكنه فوقينا، حاجه يعني فاتتك والله. هي دي؟ بسم الله ما شاء الله، ده جاب صورتها. الواد ده جاحد جامد. مش بقول لك ابني هاكر من ظهر ذكر. هاكر ايه؟ انا ما عملتش غير سيرش. الله عليك يا كريمه، وهو السيرش ده قليل؟ يلا خش بقى على صفحتها وتشقلب، عايزين كل المعلومات الممكنه، وبالذات الارنب ده اسمه ايه؟ لا يا موزو، انا عندي مذاكره. يا كيمو يا حبيبي، وانا هعطلك عن المذاكره؟ ده انا لسه الصبح كنت بتحايل عليك تيجي عندنا السنتر وانت اللي مرضتش. لا شكرا، انا بفهم من المدرسه. لا انا مش عايزك تيجي تفهم، انا عايزك تيجي تدرس مادتين 3 معانا، اكيد هيبقى بيفهم اكتر مننا. هو في حد بيفهم اقل مننا؟ هي منزله اغنيه لهاني شاكر. بتحب الاستاذ هاني شاكر؟ ده الولد الجديد ده انا عارفه. جديد؟ هاني شاكر جديد؟ يا عم ارحمنا، احنا ماشيين بعلاج شش. وقبلها باسبوع منزله اغنيه لحمو بيكا. حمو بيكا وهاني شاكر دول ميكس. حمو بيكا زمن الفن الجميل. ومنزله بوست لابسه فيها تيشيرت الاهلي وبتقول الاهلي فوق الجميع. هي كاتبه الاهلي فوق والجميع تحت. فرقه في ايه يعني؟ يبقى اهلاويه متعصبه. وقبلها باسبوع منزله صوره ولابسه فيها تيشيرت الزمالك وكاتبه الزمالك يا مدرسه. مش كاتبه مدرسه ايه؟ اضطراب في الهويه، ما عندهاش مبدأ. هي الاكونت ده بتاعها ولا هي سرقاه ولا حد مشاركها فيه ولا ايه؟ يا مازو مش هي دي القضيه يا حبيبي، دي الست بتقول الحاجه وعكسها، هيزيتيند. بس انا لما قابلتها ما كانتش كده. كريم احنا ما استفدناش منك باي حاجه. يا جماعه قلت لكم 30 مره نجيب حد يعكسها. هش مش هنقول دي ما تفتحش بقك تاني يا زكريا. خلاص يا زكريا، ما انا قلت مش هعمل كده. ايه البوست ده؟ عامله فولو لكل براندات الشنط والجزم، ومنزله بوست كاتبه فيه لا تعطيني سمكه ولا تعلمني الصيد ولكن اعطيني 5 مليون جنيه. الخلاصه مما سبق، كلبة فلوس. وكاتبه قبليها بوست بتقول اكيد بتقول الفلوس مش كل حاجه. لا بتقول اللي يقول الفلوس مش كل حاجه يبقى حمار. ولا انت هتستخف دمك. اطلع على فوق يلا، اياك تقول لامك. اوعى. بس يبقى دخلتها فلوس. بس هنجيب منين الفلوس؟ منين؟